شايف الواد جاي اهو، القطر هياكل. بص 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 عم طارق عمل ايه، ربنا يستر عليك يا عم طارق، ربنا. تصريحات مستفزة جدا كان قالها الشاب اللي كان هيموت لولا ان ربنا سخر له ملاك وبطل خارق فعلا. هو عم طارق عامل مزلقان السادات في محافظة المنوفية لما كان القطر بيعدي، اللي هو القطر اللي جاي من أسوان رايح لمصر. فطبعا المزلقان بيتقفل وبيتمنع مرور اي حد سواء كان عربيات او ناس، وكان عامل المزلقان يقظ جدا، وده بشهادة كل الناس ان هو دايما بيبقى واخد باله من اي حد يعدي، وبيبقى مسؤوليته ان هو مفيش اي حد يعدي ولا يحس بامان غير لما القطر يعدي والمزلقان يتفتح. فطبعا بعد ما انقذ الشاب ده اللي كان ماشي ولا حاسس باي حاجه، الشاب قال كلام فعلا مستفز. بصوا قالوا ايه؟ هما بيسألوه يا ابني ده انت كنت هتضيع انت والراجل، ليه بتعمل كده؟ ليه انت كنت مصر تعدي وليه كنت بتعدي؟ يعني هو عمال يقول لك اقف 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 وانت بتعدي، اللي خلاص كان بينك وما بين القطر خطوات قليله جدا، وقطر سريع جدا بيعدي بحكم ان مزلقان يعني واقف، هو مش بيعدي لانه بيخطي، ده بيعدي جري وبسرعه كبيره جدا. ويقول لك ارجع ارجع وانت ولا هنا، انت ليه كنت مصمم تعدي؟ بصوا يقول ايه؟ يقول اصل انا كنت بكلم في التليفون لواحد صاحبي وكنت مش واخد بالي وكنت رايح شغل. طب انت مش رايح شغل، كنت بكلم واحد صاحبك، والله اعلم بقى، واحد صاحبك واحد صاحبتك، انا ماليش دعوه، انا ما شفتش والله يعني المكالمات بتاعتك ولا مين بالظبط، الله اعلم. انت بتقول كده ايا كان، بتكلم اللي بتتكلمه، ان شاء الله بتكلم ابن عم خال ست امك وابوك واللي خلفوه، ايا كانت كل اللي بتكلم مين ماليش دعوه، مش مشكلتي والله، ان شاء الله بتكلم في حوار لفلفه. انت دلوقتي بتعدي مزلقان، لا قدر الله افرض عامل المزلقان ده ما كانش واخد باله، بيمنع ناس تانية باصص في اتجاه تاني، ماشي، فبيمنع اي حد تاني بيبص في اتجاه تاني علشان ناس تانية، ما انت مش انت لوحدك اللي بتعدي، فافرض سهى عنك وباصص في اتجاه تاني، فانت كنت خلاص بينك وما بين الموت مش ثانية، لا اقل من الثانية، لو جزء من الثانية بتتحسب بتتحسب كده. ومن الصدمة العقل ممكن يعني المخ بيقف عن التفكير، ممكن ما يعرفش يفكر. ففي ناس مثلا تقف في مكانها، وفي ناس ترجع، وفي ناس تجري. انت عملت كده، انت جريت يعني القطر جاي فانت بتجري ومصمم تعدي. فالراجل ما فكرش في نفسه، كل اللي فكره وهو قال انا جسمي سبقني، انا ما فكرتش، انا كنت شايف ان واحد هيموت فانا هنقذه، ازاي بقى ورد الفعل ايه؟ ما فكرش وطلع يجري برغم القطر كان جاي ومفيش حد بيعمل الحركه دي. سبحان الله، ربنا يبارك له ويكرمه يا رب ويقعد له الخير دايما. وزقك ولا قدر الله كان ممكن لما تيجي تقعوا يختل توازنكم، خصوصا ان انت جاي بسرعه كده، انت جاي على اليمين اتجاه الارض وهو بيزقك الناحيه التانيه، فممكن قوه الدفع ما بينكم لا قدر الله كنت ممكن تقعوا قدام القطر، فهو عشان جاي وزقك الناحيه التانيه، ده ربنا يعني ساعدكم نزل لكم ملائكه يعني في وجهه نظري. وانت بتقول اصل انا كنت مشغول ومش واخد بالي ومش، دي حجه اقبح من ذنب. وده بينطبق على ناس كتير، ياما شفنا مآسي بسبب المزلقانات او القطورة والناس اللي بتعدي، واخرهم كان الشاب اللي هو توفى هو وزميله اللي كانوا لاعبين في نادي طلائع الجيش اللي اسمه يوسف الشيمي، وكانوا بيعدوا برضه مزلقان وفي نفس وما كانوش واخدين بالهم، يعني هو كمان ما كانش مزلقان زي سكة قطر، وراح ما خدوش بالهم والقطر خدهم هما الاتنين، ما كانش فيهم حاجه، يعني ما كانش فيهم حاجه عايشين، ما كانش لاقيين يعني تقريبا. تخيلوا انتوا بقى المنظر، ليه كده يا جماعه؟ يعني كان دايما يقولوا لنا ستي وستي خطي اعدي سنه يعني ولا تعدي انا، يعني خط يعني مثلا لا اعدي سنه ولا تخطي انا، يعني
عدي سنة، اقعد سنة ان شاء الله تعدي بس في امان، تبقى في امان. ولا تخطي انا اللي هي زي الاناية كده، او زي ترعة او حاجة يعني كده ما فيهاش امان ان انت تخطيها، بس ممكن تبقى اذى ليك، تخطيها في ثانية. انما تعدي سنة في امان وتبقى في امان وعمرك في امان احسن. فالناس اللي بيستسهلوا الحاجات دي وبيقهروا ناس وعمرهم بيضيع في ثانية، هم في عز شبابهم سواء صغيرين كبار مش هتفرق. انا بتكلم على القهرة وان هم حياتهم بتخلص في ثانية بسبب استهتار، بسبب ان هم يجي يقولك لا ده احنا السكة دي هتبقى اقصر، بس هتبقى اقصر لنهاية عمركم. فابوس رجل اللي جابوكوا، خافوا على نفسكوا. يعني انتوا لو مش خايفين على قهرة اهلكوا عليكم، خافوا على عمركم وشبابكم وحياتكم. ولو ويا سواد السواد لو كمان بقى متجوزين وعندكم عيال، فطبعا المصيبه والكارثه بتبقى اكبر. فخافوا، يعني ما تخليش الشيطان يوسوس لك عدي هنا اسرع اعمل. والله الشيطان بيبقى مسيطر عليك وعلى تفكيرك، مش هتاخد وقت هنا اسرع وسريع وما فيش هيا والدنيا امان وهتعدي بسرعه، يعني في الثانيه دي مش هيحصل حاجه. في الثانيه دي كان هتحصل كارثه غير الكوارث اللي بنسمعها دايما والجتت اللي بتبقى متقطعه على شريط القطر. فخافوا على نفسكم. كل ده بسبب يقولك اصل كنت بتكلم في التليفون، كنت ساهر مش واخد بالي، كنت بعدي بسرعه. ادي يعني كان سبب استهتاره، كان الراجل هيموت وهو كمان الشاب ذات نفسه. الحمد لله عدت على خير. نصيحة اتمنى ان انتوا يعني تسمعوها من اختكم، ان انتوا تخلوا بالكم ومش هتاخدوا يعني لما تقفوا ثواني وتبقى حياتكم في امان، احسن ما تستنصحوا وتعدوا بسرعه وما تاخدوش. بصوا يمين وشمال، كان دايما اهلنا يقول لنا كده، بصوا يمين وشمال قبل ما تعدوا. فمش هتخسروا حاجه والله، على الاقل بتنشطوا رقبتكم يمين وشمال، اعملوها تمارين. ربنا يهدي ويصلح حال الجميع ويبعد عنا وعنكم وسوس الشيطان اللي عايزكم تودوا وتلقوا بايديكم الى التهلكه. فعلا نصيحه بقى من اختكم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه.